السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار. أحلى سلطة زبادي في دقيقة. معانا خيار، معانا زيت زيتون، معايا مايونيز، معايا علبتين زبادي، معايا شبت، ومعايا نعناع ناشف، ورشة فلفل أسمر، وفص توم مفروم، ومعلقة ملح، ولا أكتر ولا أقل. هنعمل طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار، طريقة جميلة وحلوة ويلا نشوف هنعمل ايه. طبعا الخيار ده انا هبشره في المبشرة بتاعتنا، تمام. ويلا بينا علشان نشوف الطريقة، طريقة جميلة. احلى سلطة زبادي في دقيقة. ازاي تعملي سلطة الزبادي في البيت؟ اول حاجة هبشر الخيار. ابقوا معانا. انا ببشر الخيار كده، حاجة سهلة ومش صعبة على اي بنت. يعني لو بنت عندها 10 سنين هتعمل سلطة الزبادي بالخيار. كده انا بشرت الخيار بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. بعد ما ببشر الخيار بجيب علبتين الزبادي، بسم الله ما شاء الله، واجيب العلبة التانية. هتعملي سلطة الزبادي في دقيقة، مش هتاخد معاكي حاجة. بحط كده، بقلب معايا المضرب بتاعي ونقول بسم الله. احلى سلطة زبادي بالخيار، حاجة خفيفة وحلوة. بنبدأ نحط البهارات بتاعتنا، فص توم مفروم، رشة فلفل، ومعايا ملح، رشة ملح، ومعايا نعناع ناشف. بحط الحاجات دي كده، وبحط شعرة الشبت، وابدأ اقلب يا جميل. هتاكل احلى سلطة زبادي. ولو انت عايزاها كريمي خالص ممكن تصفي المية بتاعت الزبادي. يعني بتجيبي علبتين الزبادي تحطهم في شاشة، هوريها لكم. شاشة زي دي بتجيبيها بتاعت القماش وتروحي عاملاها. لو حضرتك عايزاها كريمي بتجيبي حتة قماشة شاش زي دي وتصفي المية اللي في الزبادي. يعني بتحطي علبة الزبادي في حتة شاشة زي دي وتعصري المية، هتطلع معاكي كريمة. بس انا بحبها كده، دي حاجة اختياري. الشبت وفص الثوم اختياري. تمام يا بنات كده. سلطة الزبادي خلصت. كل اللي علينا ان احنا هنجيب الطبق بتاعنا اللي هو احنا هنفرغ فيه. بسم الله ما شاء الله. اهي يا جميل، بسم الله ما شاء الله. احلى سلطة زبادي تعمليها في البيت. ويعني دي لوحدها كده تاكليها من غير يعني رغيف كده يكون حضرتك مقمراه على البوتاجاز، مسخناه على البوتاجاز. وكده عملنا احلى سلطة زبادي في مصر. جميلة. احلى سلطة زبادي في دقيقة. وازاي تعملي سلطة الزبادي؟ بسم الله ما شاء الله. اهي اجمل سلطة زبادي تعمليها في اي وقت، وحلوة للسحور، بتطر على الواحد كده بعد ما بياكل اي اكلة. كل اللي احنا هنعمله يا جميل، عندك معلقة زيت زيتون هتروحي رش عليها كده، ولا اكتر ولا اقل. اهي يا جميل. ايه رأيكم؟ اجمل سلطة زبادي في مصر كلها. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ اتعملت في دقيقة يا جميل، ولا اكتر ولا اقل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. و... ولو حبيتي تحط عليها مايونيز ما فيش مشكلة. يعني لو عندك كيس مايونيز زي ده ممكن تصب عليه كده اهو، ما فيش مشكلة، برضو بيديكي طعم. اهم حاجة انت ما بتضيفي حاجة على اللقمة اللي انت بتاكليها بتديكي طعم. شايفين يا جماعة؟ ادي المايونيز دي لو حبيتي تاكليها، انا بحب اكلها بالمايونيز. بتجيبي كيس زي ده ب50 قرش
وتحطيه. يعني مش لازم تجيبي ازازة علبة او ازازة مايونيز كبيرة. تمام يا قشطة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. احلى سلطة زبادي بالخيار في دقيقة تعمليها في بيتك، وبسم الله ما شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. اهي يا جميل، ازاي تعملي سلطة الزبادي بالخيار في البيت. تمام يا قشطة، زي شغل المحلات اهو. تمام. يا رب تكون الوجبة عجبتكم، وفي رعاية الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.